السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى حلقة مش عادية، معانا المخللات بأشكالها وجميع أنواعها. ما شاء الله، الله أكبر، اللهم بارك. هنعملها بأحلى طريقة وبطريقة فعلا والله العظيم حرفيا هيكون من أحسن المحلات اللي بتبيع مخللات بجد. في كل مكان في ما يميزه من أماكن كده مخصوصة للمخللات. أنا جبت لكم بقى المنبع والمصدر الرئيسي ازاي بتتعمل المخللات، وانا هخللها معاكم ومش بحوش عنكم حاجه، وكل اللي بعرفه بقوله لكم. بجد المخللات حرفيا تحفه وريحتها جايبه اخر الدنيا، وكمان لما يتقفل عليها بقى الكيس وتتغطى شويه يوم ولا يومين كده 3 ما شاء الله تفتحي عليها ريحتها تبقى فعلا جميله جدا. نقول بقى مع بعض الطريقه. اول حاجه معايا جزر، الجزر ده هنقطعه. لو عندك بقى المبشره دي الصغيره دي ممكن تقطعي بالطريقه دي، ممكن تعملي الطريقه اللي هي الزجزاج زي ما انتوا شايفين وانا بعملها كده معاكم. هي بالطريقه دي جميله جدا. عايزه تقطعي عادي زي صوابع كده، بس ما شاء الله هي الطريقه دي حلوه، بتدينا كده الشكل اللي هو زي بتاع بنجيب المخللات كده من بره بتكون جاهزه، بتكون بالطريقه دي. شايفين يا حبايبي؟ ما شاء الله. عندي جزر، عندي خيار. الخيار لازم نخرطه غليظ، مش رقيق كده. ليه؟ عشان يستحمل، عشان الخيار من الحاجات اللي هي ايه ضعيفه دي، مش بتستحمل كتير. تمام. وفي كمان ناس بتخلل الخيار وهو سليم كده في بطرمانات كده وهي تكون سليمه. تمام. بس الموضوع ده بياخد وقت، واحنا مش عايزين ايه ناخد وقت عليه. شايفين الخياره رفيعه وجميله ازاي، وخياره كده واحده صغيره بوحدتها كده. تعالوا بقى نشوف مخلل ايه تاني، اللفت. طيب احنا بنعمل ايه يا جماعه؟ احنا بنجهز بس المخللات اللي احنا ايه هنستخدمها. ومخلل اللفت حبيته يكون اصابع كده، واهم حاجه يكون اللفته مثلا مش شيخه كده. يعني ما شاء الله عملنا شويه مخللات وجهزناهم وخللناهم بطريقه جميله جدا وحلوه والله العظيم. حرفيا هتدمني الوصفه دي وهتقولي انا مش هعمل الا بالطريقه دي. بجد حلوه قوي قوي قوي، بريحتها بجد حلوه. وكمان هنحط عليهم العصفر وحبه البركه، بيديهم ريحه ولا اروع من كده. وبنجر بقى يا جماعه، وهنروق عليهم ونظبط الدنيا كلها، وهنقول ما شاء الله بجد الطريقه حلوه ومميزه. طبعا ما تنسونيش، انا قناه اكل هنيه مع اماني ان شاء الله باذن الله. تنزلوا بقى كده دلوقتي وانا بتكلم، اعملوا بقى لايك للقناه والفيديو بتاعي. ولو لسه ما اشتركتيش يا حبيبتي في القناه بتاعي، يلا انزلي على طول تحت في القناه واعملي اشتراك وفعلي تنبيهات الجرس للكل عشان يوصلك اشعار باي حاجه جديده. معانا بقى القرنبيطه الجميله بتاعتنا دي ما شاء الله كانت كبيره جدا. انا جبتها ب 16 جنيه بس ما شاء الله قطعت كتير. وانا هعمل كمان منها المخلل، وكمان هنزل لكم وصفه تاني بالقرنبيط غير اللي انا نزلتها على القناه. انا برضو نزلت القرنبيط على القناه بس هعملها بطريقه مختلفه. بنقطع القرنبيط زهر كده زي الزهر الصغير عشان يبقى جاهز معانا للاستخدام. وهقول لك ايه اللي احنا ممكن نحطه ونسلقه شويه في الميه، وايه اللي مش هنسلقه في الميه. انا عندي الجزر، لو انت عايزاه يقعد وقت طويل معاكي ومش مستعجله عليه ما تنزلوش في الميه المغليه كده. لكن انا عشان مستعجله عليه وعايزاه يبقى طعم حلو كده وجميل، يا دوبك الميه مغليه هنقلبه قلبتين زي ما انتوا شايفين كده. تغلي بس الميه كده شويه وهبتدي اطلعه زي ما انتوا شايفين. ما كملتش حاجه. طب نطلعه وهحطه في مصفى، وبعدين يكون عندي ميه فيها تلج كده، ميه وفيها تلج على طول تاخد صدمه من الميه المغليه للميه المتلجه عشان على طول تحتفظ بقيمته الغذائيه وبقوامه. وعندي القرنبيط نفس الكلام، بس خلوا بالكم القرنبيط بقى مش هنسلقه. القرنبيط انا اصلا اوريدي طفيت عليه النار، يعني نزل في الميه المغليه قلبتين بس 2 وهطلعه. يعني كده انا الميه طافيه، يعني الميه مش مولعه عليها. بس ثواني، انا حطيت بس الكميه بتاعتي بتاع القرنبيط وقلبت كده قلبه بسيطه زي ما انتوا شايفين، وهي النار مطفيه. تمام. ونفس الكلام هبتدي بقى اخرجه، بس بدوس عليه كده لجوه بحيث ان كله ينزل في الميه المغليه. تمام. وخرجته على طول. الكلام ده احنا ايه بنحضر الخضار بتاعنا لان هو يتخلل ويتشرب بالملح والحياء اللي احنا هنحطه، ويبتدي بقى ايه يدينا احلى طعم واحلى نكهه. خلصنا كده مع بعض القرنبيط. عندي بقى بصل قوارمه ما شاء الله كلنا بنحبه، اللي هي البصله الصغيره متقشره ومتنضفه ومغسوله
بتبقى بالشكل ده. ممكن طبعا تسترفعي شويه عن كده البصل الرفيع. تمام. انا كان موجود عندي بصل في البيت، ابتديت قشرت منه شويه وابتديت على الميه مغليه، وابتدي بقى ايه اسيبه شويه صغيرين. تمام. جهزنا مع بعض بقى الجزر والقرنبيط والخيار، ما ضفناهوش في ميه مغليه. وكمان حتى الترمس يا جماعه انا سلقه ترمس، كمان كنت مخمره ترمس. وعندي كده فلفل هالوبينو اللي هو الفلفل الغليظ كده، اللي هو التخين، اللي هو الجدار بتاع الفلفلايه سميكه مش رفيعه، اللي هو عشان يستحمل في المخللات وما يتهريش. تمام. مش اللي هو الفلفل اللي هو البلدي، لا هو ده الفلفل الهالوبينو اللي هو بتاع ايه، بتاع المخللات. وخرطته زي ما انتم شايفين كده شرايح، بس هي شرايح تخينه شويه مش رفيعه. تمام كده. ايه عملنا بقى كام صنف؟ عملنا بصل وكمان عملنا جزر وعملنا قرنبيط وعملنا خيار وعملنا لفت وعملنا فلفل وعملنا ترمس. عندي بقى الليمون، همسك الليمونه من فوق كده، من عند البوزه بتاعت الليمونه من فوق، هبتدي اديها شريحه كده من فوق وبالطول وشريحه بالعرض. تمام. يعني مش هننزل بالسكينه للاخر. وميه مغليه هنزل بيها الليمون. الليمونه هي مقفوله، مجرد ما تغلي الميه وتبتدي الليمونه تتفتح معايا وترفع لفوق لوش الميه، خلاص هبتدي اطلعها من الميه كده زي ما انتم شايفين. يبقى كده خلصت. شايفين ازاي منه ان هي تتشرب الملح والحشوه اللي احنا بنعملها. عندي بقى جزر مبشور بالمبشره عادي، وعندي حبه البركه، وعندي عصفر. تمام. حبه البركه بقى والعصفر ما اقولكوش على الريحه بتاعتهم وطعمهم لما يكونوا في المخللات ما شاء الله بتبقى حلوه قوي، ما شاء الله الله اكبر. تمام. انا عندي هنا بقى ايه الخلطه دي هقلبها مع بعضيها عشان نشوف بقى هنعمل ايه في المخلل بتاعنا. عندي الطبق فيه ميه مغليه. تمام. لازم تغلي الميه عشان ايه تغلي مغليه ومتبرده شويه. تمام. عندي هنا نص كوبايه من الخل، وعندي ملح. هقول لكم بقى العيار بالظبط. انا لكل لتر من الميه ليه 4 معالق كبار من الملح، وليه معلقتين سكر من الصغيرين، وكمان ربع خل وربع ليمون. تمام. يبقى كده مظبوط. نقول مع بعض تاني. لكل لتر ميه ليه 4 معالق من الملح، وليه معلقتين من السكر، وليه ربع ليمون وربع خل. تمام. انا هنا هبتدي اعصر الليمون بمقدار ربع الليمون، وحطيت مقدار ربع خل، وهقلب مع بعض وكل الكلام ده. وانا طبعا عماله بذوق اشوف الملح بتاعه نظامه ايه. وهنا عندي بنجر. البنجر دوت ضرباه في الكبه. تمام. يدي بقى اللون الجميل بتاعه. ما شاء الله هيبقى فعلا حلو قوي باللون الاحمر الجميل. لو انت مش بتحبي البنجر ومش بتحبي تضيفيه بلاش. طب ايه اللي انا حطيته ده دلوقتي؟ عارفين يا جماعه الدقه بتاع السمك اللي احنا بنعملها، اللي هي مكونه من الثوم والفلفل الاحمر والكزبره، ثوم وكزبره وملح وفلفل احمر وليمون. ضربتهم مع بعض وخدت منهم معلقتين. انسوا بقى على الريحه يا جماعه. جبت جردل نضيف ودخلت فيه كيس اللي هو الكبير دوت، وابتديت بقى اشكل في المخللات، شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هنا، ورشه من الخلطه اللي احنا عملناها، الجزر وعليهم الجزر وعليها العصفر وحبة البركة، وحتى الترمس والجزر والبصل القوارمة، وشوية من اللفت وشوية من القرنبيط وشوية من الخيار. ما شاء الله ما خليتش يا جماعة، انا خللت كل المخللات. طب لو انت مش عايزة كل المخللات وعايزة تخللي الاصناف اللي انت بتحبيها، خليلي طبعا اللفت من الحاجات اللي ما نزلتهاش في مية عشان تقعد وتستحمل. فاهمين؟ والخيار. تمام. طب انت لو عايزة تخللي الخيارة سليمة يبقى لازم تحطي له مية مغلية. تمام. وملح ودقة تومة كده وشوية ليمون. لو مش حابة الخل بلاش ما تضيفيش عادي، ده يرجع لذوقك، بس احنا ما حطيناش كتير. تمام. وزي ما انتوا شايفين، وما بنساش ان انا رش الرشه بتاع الجزر المبشور واللي عليها العصفر وحبه البركه. بعمل يا جماعه طبعا عرفتوا الاسعار بتاع الخضار اللي انا جايباه، اللي انا قلت لكم عليه في الاول. تمام. في اول الفيديو. انا طبعا ممكن انتي لو مش عايزه كميه وعايزه من كل حاجه نص كيلو، اعملي على قد كميتك او اعملي على قد اللي انتي حباه. بس انا بصراحه احنا بنسيب كل حاجه ونمسك المخللات، لان هي بصراحه اللي
بتفتح نفسنا على الاكل، على الفطار وعلى السحور جنب طبق الفول وشويه البطاطس المقليه، ما شاء الله عليهم بيبقى حلوين ما شاء الله. واللفت معانا والجزر والخيار والترمس والقرنبيط والفلفل، ما شاء الله حلوين قوي. وجهزنا الخضار بتاعنا، وكمان عملنا المية وعرفتوا المعيار بتاع المية اللي فيها الملح والخل والليمون وكمان البنجر. ما شاء الله هيبقى حلو قوي معاكي المخلل. تقفلي عليه بقى، هتقعديه المدة قد ايه؟ يعني انت مثلا لو هتعمليه قبل رمضان مثلا 5 ايام، عايزة تسرعي في الحاجة على ميه مغليه وضيفي الحاجه على طول، تمام. لو مش مستعجله عليه يبقى اعملي على البارد. لو انت حابه كل حاجه تبقى ايه المخلل يبقى بيقرش منك كده، يبقى على البارد، تمام. بس على البارد، بس هتضيفي له بقى ميه مغليه، تمام. زي ما قلت لكم كده كل التفاصيل. عايزين برضو اي حاجة اكتبوها لي في الكومنت، عايزين اي سؤال اكتبوا لي وانا هرد عليكم. هنزل بقى بالمية معانا اللي فيها المحلول اللي قلنا عليه. طبعا تضاعفي الكمية على حسب ما بيتطلب منك ان انت تضيفي مية زيادة، تمام. يعني زي ما قلت لكم كل لتر ليه 4 معالق، لتر مية ليه 4 معالق من الملح، وليه معلقتين من السكر، وليه ربع خل وربع خل وربع ليمون، تمام. شايفين بقى؟ اهم حاجة اضغط على الكيس بتاعي اللي في قلب الجردل نضيف، وكيس من الكبير كده تجيبيه من عند بتاع الاكياس، ونربط كيس المخلل متغطي فيه المية، ومن وقت للتاني نرج كده البرطمان عشان يظبط معانا ويدينا احلى طعم واحلى ريحة مخللات تحفة جدا. وكمان كان عندي شوية بقوا، وكمان البرطمان الجردل ما خدهمش، حطيتهم بقى في البرطمان الصغير ده معايا عشان ادخل بقى كل الكمية، تمام. وطبعا هضيف برضو البنجر المبشور دوت زي ما انتوا شايفين كده. ده البرطمان الصغير مليته بالملح والمية بتاعته زي ما انتوا شايفين. والعصفر يا جماعة والحبة البركة بتديله ريحة حلوة. او يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.